هل تقبلون بهذا؟ سيد الرئيس، يسعدنا أننا سننضم إلى التوافق في الآراء إن كان هذا هو رأي اللجنة. لا أرى اعتراضا، وبالتالي نكون قد اعتمدنا هذا القرار برمته. لا أرى دولة عضو تطلب الكلمة أو تعترض، وبذلك نكون قد اعتمدنا القرار 20.7/33. تهانينا للمغرب. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. الأصدقاء الأعزاء، أعضاء اللجنة، ممثلي الأمانة الأعزاء، إنه لمن دواعي سعادتي أن أعرب لكم باسم المملكة المغربية امتناننا العميق عقب تسجيل القفطان المغربي على قائمة التراث غير المادي للإنسانية، اعترافي بقوة وصمود المرأة المغربية إذ نقلت معارف الأجداد. اللائق إن تسجيل هذا العنصر بعد توصية إيجابية من قبل هيئة التقييم قد تم الطعن فيها، وهذا يدعونا للتفكير بشأن هذه الأساليب، ولا ينبغي أن يكون هذا العمل مصدر وسببا للتجاذبات السياسية أو يخلق شرخا بيننا. إننا بإدراج هذا القفطان فلا نسجل فحسب ملبس جميل، بل نسجل روح هذا الشعب وما أبدع ليحيا القفطان المغربي وليحيا المغرب. هذا القفطان يجسد هذه الأناقة التي تمثل بلدنا. شكرا لليونسكو. شكرا للمغرب. لنبحث الآن المقترح الخاص ببولندا، وهو بوضع إنتاج السلال. شكرا. إن هذا التقليد لصنع السلال من الجذور، من القصب، من